لماذا يجب أن أؤمن أن السيد المسيح مات وقام من بين الأموات؟ أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بننزله. يقول القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 5 وآية 15: وهو مات من أجلهم جميعا حتى لا يحيا الأحياء من بعده لأنفسهم بل الذي مات وقام من أجلهم. وأيضا في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 آية 14: وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. وده لأن الكرازة والمسيحية بالكامل قائمة على قيامة المسيح، لأن القيامة لم تكن مجرد معجزة شخص قام من بين الأموات فحسب، ولكن المسيح بقيامته أقام البشرية وأحياها وردها مرة أخرى إلى حضن الآب. كما نرتل في عيد الصليب ونقول: بالصليب ربي فداني، بقيامته أقمني وأحياني، بالصليب رد كياني، فتح لي باب الفردوس. وإجابة السؤال لماذا يجب أن أؤمن أن المسيح مات وقام من بين الأموات: 1. لأن السيد المسيح نفسه شهد لموته وقيامته من بين الأموات، وتكلم علانية معلنا جهارا ما سوف يحدث عن صلبه ثم قيامته من بين الأموات، وده معلن بشكل صريح في الإنجيل المقدس. فنجد في إنجيل القديس مرقس الإصحاح 8 وآية 31: وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. وأيضا واضح في إنجيل القديس متى الإصحاح 17 آية 22: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. وبتأكيد نفس الكلمات في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 9 آية 22: إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. اللي بينكروا القيامة ممكن يقولوا إن كلام يسوع مضلل، أو إن الكنيسة الأولى وضعت الكلمات على لسانه لجعله يعلم بالضلالة، لكن في الحقيقة هم من ابتدعوا الضلال. فمن يقرأ الكتاب المقدس يصل لقناعة بأن الذي يتكلم بسلطان مثل هذا يصعب أن لا يتم قبول كلامه وشهادته عن قيامته بفمه. وخصوصا الكلمات التي تنبأت عن القيامة لم تكن فقط تلك الواضحة الصريحة السابق ذكرها، ولكن أيضا بطرق رمزية وأمثلة لم تكن تصلح كتأليف أو اختراع من مخادع. كمثال: شهادتين بطريقتين مختلفتين. تكلم المسيح عن نقد هيكل جسده وأنه سيقيمه مرة أخرى، وهذا ما جاء في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 2 آية 19: أجاب يسوع وقال لهم: أنقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وهنا كان يتكلم عن هيكل جسده. وأيضا هذا مذكور في إنجيل القديس مرقس إصحاح 14 وإنجيل القديس متى إصحاح 26. وتكلم أيضا عن آية يونان النبي وعن وجوده 3 أيام في بطن الأرض. فنجد في إنجيل القديس متى الإصحاح 12 آية 40: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. وتلميحه في إنجيل القديس متى 21-42 عن أن الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية. وبالإضافة لشهادته فقد شهد عنه مقاوميه أيضا، وأن كل ما ذكر هذا يعتبر جزء بسيط مما قاله الرب يسوع عن نفسه. إذن أول إثبات لدينا هو أن الرب يسوع نفسه شهد عن قيامته. عمق واتساع كلماته تجعل احتمالية اختراع هذا الكلام على يد الكنيسة غير وارد. وشخصية يسوع نفسه في هذه الشهادات لم تقل أنه كان مختل أو مضلل. 2. حقيقة القبر الفارغ يوم القيامة. أوائل النصوص تقول أنهم ذهبوا إلى القبر ولم يجدوا جسد الرب حسب إنجيل القديس لوقا إصحاح 24 والآية 3. وأعداء يسوع أكدوا على ذلك بترويجهم إشاعة أن التلاميذ سرقوا الجسد، كما ورد في إنجيل القديس متى 28 آية 13. لم يكن هناك جسد يسوع، وهناك 4 تفاسير لذلك. 1. هل أعداءه سرقوا الجسد؟ ولو تم هذا على الرغم من أنه لا ذكر له على الإطلاق لكانوا أظهروا الجسد لمنع انتشار المسيحية في نفس المدينة التي صلب فيها، ولكنهم لم يقدروا على إظهاره. 2. هل التلاميذ سرقوا الجسد؟ وهذه كانت إشاعة منذ البداية،
ونجدها في إنجيل متى 28 من 11 ل 15. هل هذا ممكن؟ هل أمكنهم مقاومة الجنود الحراس على باب القبر؟ والأكثر أهمية، هل كانوا بدأوا على الفور بالكرازة بهذه القوة بقيامة يسوع عالمين أنه لم يقم؟ هل التلاميذ خاطروا بحياتهم وتحملوا الاضطهاد وهم يعلمون أنه أكذوبة؟ كل هذه تساؤلات يجب التفكير فيها. 3. هل الرب يسوع لم يمت ولكن فقد الوعي عندما وضعوه في المقبرة فاستيقظ ورفع باب القبر وانتصر على الحراس واختفى من التاريخ للأبد بعد أن ظهر بضعة مرات لتلاميذه وأقنعهم أنه قام من بين الأموات؟ حتى أعداء الرب يسوع لم يقدموا هذه الأطروحة، فقد كان من المؤكد أنه مات. الرومان عرفوا ذلك، وأيضا الحجر لا يمكن رفعه من قبل رجل واحد طعن في جنبه بالحربة ومكث معلقا على الصليب 6 ساعات ومن داخل القبر. 4. هل الله أقام يسوع من الأموات؟ أي أن اللاهوت أقام الناسوت؟ لم يقل يسوع أن هذا سيحدث، ولا التلاميذ أيضا قالوا ذلك، ولكن لو وجد أي طيف من تفسير بطريقة منطقية سيقول لك البعض لا نقفز لتفسير معجزي. هل هذا منطقي؟ لا أظن. بالطبع لا أريد أن أكون ساذجا، ولكن لن نرفض الحق فقط لأنه غريب. لابد أن ندرك أن التزامنا في هذه المرحلة متأثر بميولنا، سواء بحقيقة القيامة أو عدم تصديق القيامة. لو أن رسالة الرب يسوع قد فتحت قلبك واحتياجاتك للغفران مثلا، إذن ستفقد فكرة ضد المعجزة سلطانها على ذهنك. هل يمكن أن يكون هذا الانفتاح ليس تحيزا للقيامة وإنما حرية من التحيز ضدها؟ والسبب الثالث لإيماننا بقيامة المسيح من بين الأموات هو تحول التلاميذ لرجال واثقين وشهود أقوياء للقيامة. التلاميذ انتقلوا حالا من رجال بلا أمل وخائفين كما ورد في إنجيل لوقا إصحاح 24 آية 21 وإنجيل يوحنا 20:19 لرجال واثقين وشهود أقوياء للقيامة، كما هو مذكور في سفر الأعمال الإصحاح 2 والإصحاح 3 والإصحاح 4. وتفسيرهم لهذا التغيير أنهم رأوا الرب يسوع قائما من بين الأموات، وأنهم قد أخذوا قوة ليكونوا شهودا له، كما ورد في سفر الأعمال الإصحاح 2 آية 32. أما التفسير المعاكس لهذا فهو يقول أن ثقتهم هذه نابعة من هلوسة، وهذا التفسير له مشاكل عديدة. التلاميذ لم يكونوا سذج، ولكن شكاكين متزن العقل قبل وبعد القيامة، كما هو واضح في إنجيل القديس مرقس الإصحاح 9 32 وإنجيل القديس لوقا 24:11 وإنجيل القديس يوحنا إصحاح 20 8 و9. وبالأكثر، هل التعليم السامية والنبيلة التي كرز بها شهود قيامة المسيح منسوجة من هلاوس؟ ماذا عن رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا التي تحتاج إلى قراءتها مرارا وتكرارا للشبع من الإعلانات المذخرة بداخلها؟ شخصيا أجد من الصعوبة أن أصدق أن أحدا بهذه العقلية الفذة والروح الشفافة العميقة يمكن أن يكون مضلل أو مضلل بشأن قيامة المسيح. 4. بولس الرسول قال أنه ليس هو فقط من رأى المسيح القائم، بل أكثر من 500 أخ أكثرهم باقي حتى الآن، كما ورد في رسالة كورنثوس الأولى 15:6. وما يجعل هذا ذو أهمية أن هذه الكلمات مكتوبة لليونانيين الذين يتشككون من هذه الادعاءات في حين أن أكثر الشهود أحياء، فهذه مخاطرة إن كان يمكن تفنيدها بمجرد بحث بسيط. 5. مجرد وجود كنيسة حية نامية منتصرة على الإمبراطورية يساند حقيقة القيامة، فالكنيسة نمت بقوة الشهادة بيسوع الذي أقامه الله وجعله ربا ومسيحا، كما ورد في سفر الأعمال إصحاح 2 آية 36. فربوبية المسيح على كل الأمم مبنية على انتصاره على الموت، وهذه هي الرسالة التي انتشرت في العالم أجمع، وقوتها في عبور الثقافات وخلق شعب جديد لله هي أكبر شهادة على صدقها. 6. إيمان القديس بولس الرسول يؤيد حقيقة القيامة، فهو كان بحسب رسالة غلاطيا الإصحاح الأول من 11 ل 17 كان يحاجج أناس أن إنجيله وكرازته هي من يسوع المسيح وليس من الناس، وحجته أن قبل رحلته لدمشق
قبل أن يرى الرب يسوع كان مضطهدا للكنيسة والإيمان المسيحي، وهذا ما ورد ذكره في سفر الأعمال إصحاح 9 آية 1. ولكن الآن ودهشة الجميع فهو يخاطر بحياته للكرازة بالإنجيل بحسب ما ورد في سفر الأعمال الإصحاح 9 24 و 25. وتفسيره أن الرب يسوع القائم من الأموات ظهر له وأعطاه مهمة الكرازة للأمم، وده اللي ورد في سفر الأعمال 26 من 15 ل 18. فهل نصدق مثل هذه الشهادة؟ وهذا يأتي بنا للنقطة التالية، وهي رقم 7. شهود العهد الجديد ليس لديهم سمة المدلسين. كيف تقرر إذا ما كنت ستصدق شهادة أحدهم؟ قرار أن تصدق شهادة أحد ليس مثل حل مسألة حسابية، بالتأكيد له طابع مختلف، ولكن في مثل ذات القوة عندما يموت شاهد نبني مصداقيته على ما كتبه من شهادات الآخرين عنه. إذن كيف تبدو الأمور بالنسبة لبطرس ويوحنا ومتى وبولس وباقي الرسل؟ بحسب إنجيل لوقا إصحاح 12:57 فإن كتابات هؤلاء الرجال لا تبدو ككتابات أناس سذج يسهل التغرير بهم أو مضللين، إن بصيرتهم للطبيعة الإنسانية عميقة، التزامهم عاقل ومكتوب بدقة، تعاليمهم واضحة وليست من اختراع بشر، المستوى الأخلاقي والروحي عالي جدا، وحياة هؤلاء الرجال مكرسة تماما للحق ولمجد الله. 8. يوجد مجد داخلي في بشارة إنجيل موت المسيح وقيامته كما وصفها البشيريون. يعلم العهد الجديد أن الله أرسل الروح القدس ليمجد المسيح كابن الله، فقد قال الرب يسوع: متى جاء روح الحق فهو يرشدكم للحق. ويكمل وفي النهاية يقول: ويمجدني، بحسب إنجيل يوحنا 16:13. والروح القدس لا يخبرنا بهذه كمعلومة أن يسوع قام، ولكن يفتح أعيننا لنرى مجد المسيح في قصة الصلب والقيامة، فهو يمكننا من رؤية يسوع كما هو، كمال الجمال والحق. وقد كتب الإنجيليون عن مشكلة العمى الروحي وحلها، وللاستزادة يمكنك قراءتها في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية إصحاح 4 و 6. إن المعرفة المؤدية إلى الخلاص بالمسيح مصلوبا وقائما ليست معلومات تاريخية، ولكنها نتيجة استنارة روحية لرؤية الأمور على حقيقتها، استعلان مجد وحق الله في وجه المسيح الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد. أشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.